هشام فاضل عباس، ساكن ناحية كلك، وأنا كنت عاطل عن العمل. بعثت داخل أربيل وداخل أطراف أربيل، وحتى بداخل مدينة الموصل بحثت عنها وما حصلت. دعم من منظمة GIZ الألمانية حصلون على هذا العمل في مدة تجاوزت 5 أشهر 6 تقريبا. يلا قدرت أحصل على هذا العمل ودعمونا المنظمة ومشكورين رحمة الله عليهم. حالتي المادية كانت تحت الصفر، لأن الصراحة كنت عاطل عن العمل، أي مورد مالي ما كان عندي. وأخوتي كلهم طلاب مدارس، وأبويا رجل كبير بالسن، وكنت أبحث عن العمل. الأيام استمرت أشهر كثيرة على ما حصلت عن هذا العمل من قبل مؤسسة روانجا ومنظمة جازية الألمانية. اتصلوا بي وبلغونا عن هذا العمل، وجينا اشتغلنا الحمد لله. هسه وضعنا أحسن من قبل، ووضع المادي كانت مدورة قبل هذا العمل. أول شيء مثل مصاريف الدراسة، أول شيء كانت ثقل علي إنه أوفر مصاريف لدراسة أخوتي وأهلي، ومصاريف المعيشة، المتطلبات لوازم المعيشة. وأخوتي من كانوا يروحون الدوام ما حد يعطيهم مصاريفهم، وأنا كنت أتداين وثقل الدين علي بسبب عدم توفر العمل والشغل. طبعا أقدم شكري وتقديري لصاحب المحل وجماعة منظمة GIZ ومؤسسة روانجا على التواجد هنا في المحل. صار لي أكثر تقريبا 7 أشهر أعمل هنا، والحمد لله وضع المعيشي صارت أحسن من قبل.